يعني بجد مثلا ما تعرفش ابو نويل؟ لا معروف بابا نويل معروف. يعني ايه بيعمل ايه؟ بيوزع هدايا. ده اللي كله تعرفه عن بابا نويل؟ نعم. وبينزل كده من مدخنة البيت. هو حرامي بس انه اتقفش مره قال لا انا بحط هدايا. كل اللي نعرفه عن بابا نويل ان هو واحد راجل طيب بيلبس ابيض واحمر وغالبا دب يعني تخين يعني. لا ان شاء الله هنقول لكم مين بابا نويل النهارده. متاخرين. هوم سويت هوم يا باشا. عملنا الامتحان سهل ميه يا جدعان، يا رب سامحنا. سهل جدا. بناشد الدكتور اللي هو هناك اهو ان هو يصعب الامتحانات عشان الامتحانات صعبه جدا يا جدعان. يا اما احنا ما ذاكرناش والحقيقه احنا ما ذاكرناش وهو صعب برضه. ما تقلقوش فاكرين القسيس نويل فهنبقى نكمله لكم ان شاء الله بعد الامتحان، بس الامتحان يخلص واكمله لكم. ربنا يستر. امتحانات سهله النهارده قوي. معقول هذه نوصل لمرحله ان يغزونا فكر معين ونقع في التغريب في بلادنا واحنا ما نفكر ليش هذا الرجل يعني قاعد صوره معلقه مزينه المجالس والفنادق في كل مكان. يظن بعض الناس ان هذه الشخصيه خرافيه وهميه وليست حقيقيه، لكن نكتشف ان هذه الشخصيه حقيقيه. طيب يا شباب، في القرن الثالث ميلادي تقريبا سنة 200 النصارى اللي هم المسيح يعني كانوا عايشين في امبراطورية رومانية وكانوا مضطهدين من الرومان جدا يعني. وكان اصلا معظم النصارى في الوقت ده كان معظمهم موحد على دين التوحيد اللي هو مفيش حوار ان سيدنا عيسى ابن الله والكلام ده. حصل حاجه بقى في القرن الرابع وخصوصا سنه 306 ميلاديا مسك امبراطور اسمه قسطنطين، وساعتها كان عمل حاجه زي حريه التعديل في الدين، مش عارف هتسموها ايه بس هي حاجه زي كده. في الكنايس بيقعدوا يالفوا بقى دين على مزاجهم. في حاجه حصلت بقى بعدها بكام سنه 313 ميلادي بعد مرسوم ميلانو بالظبط، وعملوا كده حاجه زي احزاب واختلفوا مين هي ستنا مريم، مين هو سيدنا عيسى، هل هو اله ولا لا. في كنيسه كانت اسمها كنيسه الاسكندريه كانوا بيقولوا ان سيدنا عيسى اله. في قسيس وعايزكم تحفظوا الاسم ده كويس اسمه اريوس كان موحد بالله وقال ان مفيش حاجه اسمها ان سيدنا عيسى عليه السلام اله. الناس ابتدت تعجب بالرأي ده جدا، رجعوا تاني للتوحيد، شد ناس كتير ليه. بس في واحد ما كانش موافق او كان ضد الفكره دي، كان اسمه القسيس نيكولا او نيكولا. تعالوا نكمل في حته تانية. الكريسماس او اللي هو عيد ميلاد الرب، هو كده عيد ميلاد الرب. النصارى او المسيحيون بيعملوا ايه؟ عندهم اليوم ده بيحتفلوا فيه ان ربنا اللي هم بيعبدوه هو في الاب والابن، فالابن تجسد في صورة الانسان ودخل في بطن السيدة مريم واتولد، فبقى الطبيعة بتاعته طبيعة بشرية لإتمام عقيدة الصلب والفداء عشان خاطر يتحمل خطايا العالم. وبناء عليه أنا بحتفل بده، يعني أنا واحد مسيحي بيحتفل بده. هو مقتنع. السؤال بقى أنا بحتفل بإيه؟ يعني هو مقتنع بكده ومعتقد بكده ودي عقيدته. أنا بقى كمسلم بقول لا إله إلا الله وما قتلوه وما صلبوه. أنا بقول كده. أنت مش بتقول كده، هو ربنا هو ربنا بيقول كده. مش أنت اللي بتقول أو دي عقيدتي. نعم. مفترض دي عقيدة بتاعتي. نعم. أنا رايح أحتفل بإيه؟ طب يا جدعان انا سالت البيوت هنا ما يعرفش اي حاجه عن بابا نويل غير ان هو راجل دبه زي ما السعوديين بيقولوا. المهم يعني شكلها تشتي جامد قوي النهارده. انا بقى المسافه دي لحد ما نروح يعني زمن المسافه دي المسافه صفر كده يا شباب. عشان الدوشه اللي هنا دي ان شاء الله هنكمل في الاستوديو. ايه ده؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحد بقى كان مؤيد جدا نظريه ان سيدنا عيسى هو ابن الله، كان اسمه القسيس نيكولاس او نيكولا، وركز قوي في الاسم ده عشان جاي له قريب. المهم القسيس ده تمسك برايه جدا لدرجه انه ضربه في المجمع. بعد كده الامبراطور نفال اسيا الصغرى شبه الجزيره العربيه، بس اريوس ما وقفش دعوه وقعد يدعو الناس هناك ان الله واحد احد. وبقى فيه بالفعل في نصارى كتير موحدين في شبه الجزيره العربيه، وكان في منهم من عرب الموحدين واللي بيقولوا ان ورقه بن نوفل منهم. بس فضلوا شغالين في الدعوه في شبه الجزيره العربيه، وفي الاسكندريه برضو كانوا شغالين في السر لدرجه ان ام قسطنطين نفسها بقت موحده، والدعوه فضلت مكمله لحد ما قسطنطين نفسه بقى موحد والغى انفاق اريوس. واريوس رجع تاني للاسكندريه واغتالوا اريوس بالسم في الكنيسه، وكانوا بيقولوا الناس من الكنيسه نفسها هم اللي اغتالوه. والامبراطور قسطنطين مات وجاء بعده ابنه وكان موحد، والدعوه انتشرت بشكل كبير لدرجه ان كل تقريبا اللي كانوا موجودين كانوا موحدين، وكان عدد نادر جدا من المشركين هم اللي موجودين. بعد كده ابن قسطنطين مات وجاء بعده واحد اسمه جوليان المرتد. لازم تقول لي السواق قبلها بكيلو عشان يقف. صيف شتاء واحنا خريف. لا خريف في النص. البرزخ هنا. الله سلام يا باشا. جايبها من الاول بقى.
لا بص اقول لك استنى اقول لك انت اطلع كده يبقى عادي بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب ودعنا الباشا وطالعين نكمل. مع السلامه نجم. انا مش عايز نكسر. طيب يا شباب، احمد ربنا يجزيه خير كان عازمنا على الفطار، فان شاء الله رايحين له في السكه. السما شكلها حلوه قوي النهارده. بس طالعين من صلاه المغرب، فكنت عايز اقول حاجه. ايوه هيعرف يشغل الكاميرا. عايزين نغير بقى، نعمل باسورد ولا لسه مستوعبه دلوقتي من الدرس. يلا بقى عشان ورانا فطار. احمد كان هنا راح فين؟ بص يا شباب جاي ازاي؟ جاي جامد قوي من هنا. ايوه انت عايز تيجي، انا عارف هجيبك ما تقلقش. انت هتيجي في الفلوج. اما الوصول يا جدعان، عايز اقعد في فيو زي ده يا جدعان. المفروض نيجي نبيت هنا يومين ولا حاجه. شدك بتقول لك روح لها عشان عايز اديك اخواتي دول ناس متاخره على الفطار يا جماعه والله، وصايمين وعايزين ياكلوا وبيجيبوها فينا في الاخر. يا جدعان مجوعينا يا جدعان ومش عارفين ناكل يا جدعان. اقسم بالله مستنيهم. مجوعينا يا جدعان والله مستنيين اهو. فين يا باشا؟ يعني احنا مستنيينك ومن ساعتها وانتوا جايين تاكلوا اللي في الانوخه. تعالوا يا شباب. يا ابني ايه؟ خلاص بقى هم بقى سيبها كمان. مفيش زوم في الجوبرو؟ ما شاء الله. كده هم كده حطوا السلطات. يعني ايه سلطات؟ والله زعلان ليه ده؟ بتاعت ليه؟ طب انت غاوي فقر يا جدعان. اهو كمان الجزء الثاني يا جدعان. عندي سندوتشات من كرم الشام، تمام، بس معموله في البيت. كرم البيت ده، رز البيت ده، كاتشب البيت، شيبسي البيت. ايه يلا ده؟ زيتونه. ماشي يا جدعان 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 جدعان. بس انا اولى بالمعروف يا جدعان. تحياتي. بس يا جدعان المعلقه دي من النيش يا جدعان. اسلاميتك ايه بس يا جدعان، بس يا جدعان جوره بص للمعلقه. استنى دي بدعه. لا مش بدعه، دي بيتزا. صوت ده بقول مكان صورني وانا بديله هديته. يا عم انت هتزله بص مكاري مخلص. يا عم انا واقف من الصبح عايز ام جاتوه. بص الاطار اخد مني انت. هو كان اصلا موحد، بعد كده ارتد وبقى وثني عشان يتبع شهوته، فاضطهد الموحدين وبقوا مضطهدين وبقوا يتدبحوا في الشوارع. وبعد كده عمل جيش بعقيده نقيا اللي هي المسيح ابن الله بقياده جوليان. الحرب دي خلصت انتهاء الموحدين وبقوا مشردين في الارض. بعد كده نرجع بقى للقسيس نيكولاس. نيكولاس ده اصلا اتولد 270 او 280. كان بيقول ان هو مع الوهيه المسيح، وكانوا بيقولوا كمان ان هو مع الجيش بتاع جوليان المرتد، كان تابع الجيش اللي قضى على الموحدين. بس الراجل ده كان بيعمل حاجه غريبه شويه. كان بيجي يوم 6 ديسمبر من كل سنه بيوزع هدايا على الاطفال والمساكين، حاجه خيريه عشان يفرح الاطفال. فالاطفال والاهالي حبوا الموضوع ده جدا وعملوه عيد اسمه عيد نقل. بعد فتره بقى من الحوار بتاع عيد نقل ده عملوا مجمع نيقيا الثاني، وده كانوا مختلفين فيه هل روح القدس مخلوق ولا اله يستحق العباده. هم كانوا عايزين يطلعوا بحاجتين، مين هو هل روح القدس مخلوق ولا اله يستحق العباده، وهل يجوز الاحتفال بميلاد المسيح اللي هم اصلا مش عارفين ميلاده، هو اله ولا لا، اللي هم مش عارفين ميلاده اصلا ميلاد المسيح. فانتهوا بايه بقى؟ ان الله خرج منه المسيح، والمسيح خرج منه روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام، حاشا لله طبعا. هو دي عقيده الثالوث. احتاروا بقى هل ميلاد المسيح 25 ديسمبر ولا 18 ولا 6 ديسمبر، وفي ناس قالوا في الصيف اصلا. وبعد كده لقوا ان الرومان كانوا بيعملوا عيد وثني كل سنه، عيد احتفال عظيم قوي. هم نقول بس ايه اللي هيجرى عشان عايز اروح. كان هلال الشمس عند الرومان بيعملوا احتفال كل سنه كبير قوي، كان اسمه مسول انفكتوس. كان ده عيد ميلاد اله الشمس عندهم. كانوا بيعملوا لهم كام ده؟ كانوا بيعملوا لهم 25. قالوا طب ما محلوله، المسيح اتولد يوم 25 يلا، وعملوا العيدين مع بعض. ده ليه بقى؟ وبعد كده بصوا لقوا ان في عيدين كده في الشهر، عيد يوم 6 ديسمبر
وعيد يوم 25 ديسمبر. قالوا طب ما الوئام والسلام والكلام، وطب ما نعمله في يوم واحد. قاموا جايين يوم 25 وزعوا هدايا على الاطفال وحلويات، وقالوا لهم ان ده نقله اللي جاب لكم الهدايا عشان الاطفال يحبوا بقى العيد بالمره، عيد الميلاد بالمره. وبكده ايه عملوا ميكس 3 في 1. يا ماما طب بقول لك يا ماما قولي حاجه للكاميرا. اول حاجه الله يصلح حالكم. اللهم امين يا رب، اللهم امين. وتفرحي بيه يا رب. استني قولي تاني كده. ابراهيم بينا يعطيكم يا رب خير الدنيا والاخره. طب والزوجه الصالحه يعني ما تركبها. بعدها 200 سنه تقريبا بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم للعالم اجمع، اول نبي يبعث للعالم اجمع، واول نبي يحل له الغزو والغنائم. كان بعت رساله لهرقل بيقول له فيها، ركز في الرساله دي قوي، من محمد عبد الله ورسوله الى عظيم الروم هرقل، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعوه الاسلام، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فاعلم ان عليك اثم الاريسيين. حد فاهم الاريسيين دي بقى جت من ايه؟ اريوس اللي راحش بالجزيره العربيه وبقى يدعو. الاريسيين دول الموحدين، يعني قالوا لو انت وليت يبقى عليك اسم الموحدين. فانت دلوقتي تختار تبقى مع بابا ناكولا اللي بيوزع هدايا، ولا تختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بابا ناكولا اصلا صاحب عقيده ان لله ولد. بيقول لي طب سانتا كلوز دي جت منين؟ سانت نيكولاس يعني نيكولاس المقدس او نيكولاس العظيم. طب كلوز دي جت منين؟ هو كده اكيد عرفنا سانتا صح؟ كلوز دي جت منين؟ كلوز دي قال لك اختصار نيكولاس في اللغه الالمانيه، فكده سانتا كلوز اختصار مع سانتا كلوز، جت اختصار مع نيكولاس المقدس او نيكولاس العظيم. يعني ده مشرك عند النصارى، متخيل؟ وشجره الكريسماس دي داهيه بقى. طب احنا خلاص عرفنا ان سانتا كلوز جه منين وعرفنا اصله ايه، شكله ايه بقى جه منين؟ المره الجايه ان شاء الله احنا هنقول على شجره الكريسماس. كبيش استنى والله تستحق هذه. طب كده احنا عرفنا اسمه، طب شكله بقى جه منين؟ المره الجايه بقى ان شاء الله واحنا بنحكي لكم على الشجره هنبقى نقول لكم على قل يا